ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هوريكم ازاي تجيبوا متابعين لصفحات الفيسبوك كتير جدا جدا فوق ما تتوقعوا. ويلا بسرعة نشوف هنعمل ده ازاي. في البداية يا شباب، دي صفحتي ككيني يعني اهو، عليها 97,000 متابع. انا حابب بس اوريكم الصفحة تمام اهي جد، يعني العلامة الخضراء دي انت كده صفحتك تمام، معلهاش اي مشاكل. الصفحة بتحقق أرباح، يعني لو رحنا لتحقيق الأرباح كده هنلاقي إن الصفحة إيه بتحقق أرباح من الريلز اللي بتنزلها، الفيديوهات يعني، والصور وأي حاجة أنت بتنزلها. بس أنا ما بنزلش أي حاجة، أنا بس بعمل تجارب على الفيسبوك عشان أوريها لكم على اليوتيوب. طيب تمام، احنا دلوقتي داخلين عشان نعرف نجيب المتابعين دول ازاي. هوريكم طريقتين. اول طريقه اللي هي احنا مجربين الاتنين الصراحه، بس اول طريقه دي السليمه جدا 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 اللي لازم الكل يعملها. احنا هننزل مثلا كده عشان اوريكم، بس في البدايه اهو، مش هوريكم بقى حاجه في الاخر. يعني بص الصوره زي كده، دي الصوره، بص جايبه كام لايك وكام كومنت وكام شير، كام فيو بقى. البوست ده ممكن يكون معدي ال 3 مليون 4 مليون فيو، ممكن يكون جايب لك اكتر من 10,000 فولور على الصفحة بتاعتك، صورة. طيب انت عملت ايه عشان تعمل الصورة دي؟ الصورة دي من بدري ايه، زي ما انتم شايفين. انا عايز اقول لكم ان في بداية الصفحة لما حبيت اجرب ان انا اعمل ده، الصورة دي عادي كان في شخص منزلها وانا اخدتها نزلتها وغيرت الجملة اللي عليها والكلمة اللي عليها وقصتها سنة، ما تعبتش خالص. بس في حاجة، مش ان انا اخد الصورة وانزلها وبس. يعني بصوا، هي مش صورة واحدة، هتلاقي كذا صورة جايبة لايكات كتير ومشاركة كتير والكلام ده كله، فاهمين؟ وهكذا 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 بقى. يعني هتلاقي عندك حاجات كتيرة جدا، بصوا حاجات اصلا مش تبعي. طيب ايه اللي حصل علشان انت تقدر تعمل ده؟ لما هتيجي حضرتك هتاخد الصورة او حضرتك، خد الصورة عادي وقصها عادي وكله تمام. بس اختار كل يوم مثلا الساعة 3، هنزل الصورة الساعة 3. كل يوم الساعة 5 هنزل الصورة الساعة 5. شوف أكتر وقت بيجيب لك لايك ومشاهدة وتابع. هعرف ده منين؟ هتروح على لوحة المعلومات الاحترافية عندك من على التليفون، ما تعملش أي حاجة. الصورة دي مثلا هنا جايبة 1500 مشاهدة، أشوف بقى التوقيت اللي هي نزلت فيه. مثلا أنا نزلت الصورة دي الساعة 10 بالليل، ما جابتش غير ده، لا يبقى اجرب بقى الساعة 9، اجرب الساعة 8، اجرب الساعة 7، وهكذا. افضل اجرب لحد ما الاقي توقيت مناسب في فايرن، يعني في مشاهدات، انتشر وجاب مشاهدات كتير، واثبت على الوقت ده مع كل يوم نفس الوقت. لما الاقي الوقت بتاعي الاول، يعني انا قعدت اسبوع مثلا عقبال لما الاقي الوقت بتاعي، بعديها خد شهر، نزل كل يوم، اتفرج هيبقى عندك كام متابع على صفحتك. تمام. طيب ايه اللي انا ممكن اعمله تاني علشان اجيب متابعين؟ بص، المتابعين اللي انت هتجيبهم بالطريقه دي، قبل ما نخش على الموضوع التاني، المتابعين اللي انت هتجيبهم بالطريقه دي هيكونوا مهتمين باللي انت بتنزله. يعني مثلا انا بعمل محتوى اكل طبخ، فبنزل ان انا بعمل محتوى طبخ. طالما دوت عمل لي لايك، عمل لي كومنت، عمل لي شير، يبقى ده مهتم باللي انا بعمله، يبقى ده حابب ده. بعمل محتوى عربيات سيارات، فده مهتم بمحتوى السيارات، بيحب العربيات، شايف ان طريقة شرحي كويسة للعربيات. وات ايفر بقى، انا بنزل صورة وممكن اكتب افصص العربية دي، العربية دي موديل كذا ومش هتتعوض وما نزلش منها تاني، حلو، وكانت مثلا. فده مهتم باللي انا بعمله. انا بس بطول عليكم شويه عشان اقدر افهمكم المعلومه صحيحه قبل ما نخش على الموضوع التاني، عشان الموضوع التاني منتشر جدا دلوقتي،
فانا من الفيديو ده مش عايز حد يضحك عليك ويقول لك هجيب لك متابعين وهشتري لك متابعين. هخش على الموضوع ده دلوقتي حالا وهوريك كل حاجه. طيب كده هو مهتم، يعني انا لما هنزل اي حاجه خلاص انا ضمنت ان الشخص ده هيشوفها. طيب لما هيشوفها انا هكسب من وراك، معناه صفحتي بتحقق ربح. لما انت هتشوفها حضرتك وهتعمل لي لايك، الفيسبوك هيشوف ان المحتوى ده مهم فهينشره اكتر فاكتر فاكتر فاكتر. وخد معلومة ان اليوتيوب والفيسبوك دلوقتي في التحديثات الجديدة ما بيرشحش الفيديو للمتابعين بأكترية. معظم ترشيحه بيكون حوالي 5% ل 15% من المتابعين، والباقي بيكون الناس اللي ما تعرفكش اصلا، عشان يشوف هل المحتوى ده سليم ولا هل انت بتلعب بالمحتوى ولا حاجات كتير قوي في الالجوريزم هم بيعملوها. ودي بصراحة حاجة كويسة مش حاجة وحشة. طيب ايه الطريقة التانية؟ دي الطريقة السليمة، الطريقة الموثوق فيها، الطريقة الكويسة، الطريقة اللي نفسي الناس كلها تمشي وتعملها مظبوط. طيب الطريقة التانية يا صديقي الغالي، هنروح كده. ده اسم الويب سايت. الويب سايت ده يمكن يكون غالي شوية، بس أكتر ويب سايت مضمون في الدنيا. هنروح مثلا لعلامة الفيسبوك دي بعد ما تعمل اكونت، يوزر نيم وباسورد، يعني مش موضوع. وهتخش على علامة الفيسبوك. قبل ما تخش على علامة الفيسبوك ده كده فوق، ده رصيدك، ده الرصيد اللي معاك. طيب انا معايا دولار طيب هل هتشحن بالدولار؟ لا مش هتشحن بالدولار علشان الناس ما تتخضش. انا مش عارف هو مش عايز ينزل ليه. مثلا اضافة رصيد، انا عايز اشحن، فاقوم عامل كده، اقوم رايح على دي محافظ الكترونية مثلا. كلنا او معظمنا بيتعامل بالاورنج كاش، فودافون كاش، الكاش العادي. واقوم رايح هنا مدخل المبلغ وات ايفر، مثلا عايز 20 دولار، هيقول لك 1000 وجنيه. ده على حسب ايه؟ على حسب الدولار النهارده بكام. الدولار نزل بينزل، دولار طلع بيطلع. الحد الادنى اقل حاجه تقدر تشحنها 1 دولار. تمام. طيب بيبقى فيه بونص زي ما انتم شايفين كده. لو شحنت 100 هيديك 2 دولار، لو شحنت 500 هيديك 4 دولار، لو شحنت 1000 هيديك 6 دولار، وفي تخفيضات وحاجات المهم يعني. طيب تمام، بعد كده بتعمل ايه؟ بدوس دفع فبيروح على الكاش عندي. طب هيروح ازاي؟ بقوم عامل كده دفعه مثلا، فهو مسجل الكاش عندي، فاقوم رايح اقول له ايه؟ عند العلامه بتاعت الكاش دي ايه قدامها، بقوم عامل كده. تمام، بيقول لي اكتب الرقم بتاعك، انا رقمي متسجل. فانا لو دوست هنا، لو دوست كده على طول هدفع، هيروح لي مسج ادفع. فهدفع كانك بتدفع فاتوره غاز، فاتوره كهرباء، اي حاجه. دفعت بيجي لك في ثواني، في ثواني اول لما تدوس دن من التليفون هيجي لك المبلغ على الويب سايت هنا على طول. طيب المبلغ ده بيقعد معاك قد ايه؟ بيقعد معاك مدى الحياه. تمام، دي طريقه الشحن. ماشي، هنخش هنا بقى. انت عندك طبعا كل حاجه موجوده، لايكات بقى، متابعين، كل حاجه تخص الفيسبوك، كل حاجه تخص اليوتيوب، كل حاجه تخص التيك توك، كل حاجه. فاهم؟ وفي حاجات بتنزل ساعات ببلاش، يعني ممكن تجيب متابعين ببلاش، ممكن بيديك كده هدايا. فيسبوك اعضاء الجروب لا، باكيتشات فيسبوك، صفحات، حسابات الشخصيه، عرب. متابعين، متابعين فيسبوك. بس هو في كتير، انا طبعا داخل انقي حاجه تكون سعرها مش اوفر، تكون سعرها رخيص شويه وكويسه. هنا بقى عندك ايه؟ لازم تقرا كل ده قبل ما تشتري اي حاجه. ليه؟ علشان حصلت مشكله وراحت عليك المعامله. يعني ايه راحت عليك؟ يعني مثلا متابعين جم ومره واحده ابتدوا يقلوا،
زي ما حضرتك بتشوف ان في ناس بتقول لك ايه، انا بقى هشتري لك متابعين مش عارف ال1000 ب10 جنيه. طب ما ده بيقل. هنا بقى لو قل تخش تكلم الدعم يرجعهم لك، يا اما يرجع لك الفلوس تثبت له بسكرين شوت، تصور صفحتك قبل ما تجيب المتابعين في نفس اليوم بالتاريخ وتصور. المهم ده اللي بيحصل. هنا ال1000 بدولار وحاجة، لأ هنا ال1000 مثلا. طب خلينا نقرا في الحاجة الرخيصة. فين أرخص باكيت اهو. متابعين صفحات حساب فيسبوك جودة 40%، حساب عربي مصري، وقت البدء خلال 24 ل 48 ساعة، السرعة تصل من 1 إلى 5000 باليوم، بالضمان 30 يوم. أهم حاجة تخلي بالكم منها يا جماعة الضمان، مش مهم الوقت، خليك في الضمان. يعني هو سيبك من الوقت ده، ساعات بيقول 24 ساعة أدوس ألاقيهم جم دلوقتي كلهم مرة واحدة. طيب هندوس مثلا عليها كده. أهم حاجة برضو تنويه تقراها كويس جدا دي، لا تضع أكثر من طلب لنفس الرابط. يعني لو دخلت صفحة فيسبوك وعايز متابعين وعايز مشاهدات، رحت جبت المتابعين وانا بيتعملوا في الطلبات، زي مثلا افتح لكم اهو صفحة تاني، انا دوست هنا على طلبات اللي انا عاملها. لا سجل الطلبات سوري. فانا هنا كنت عامل طلب تيك توك خدمة جديدة سيلفر مكتمل. فهنا بيقول لك ايه، عشان افتكر بس، جاري المعالجه والكلام دوت وكده. فهنا بيقول لك جاري المعالجه لسه ما تمش الاكتمال خالص، وحضرتك تقوم مدخل الرابط بتاع صفحتك تاني عشان تجيب عليها مثلا حاجه تاني. فهنا انت عملت عمليه خطأ. فهنا لو حصل توقيف للمتابعين او توقيف للفيو اللي انت بتجيبه، ما تقدرش ساعتها تكلم الدعم وتقول له اي حاجه، لان الغلط من عندك. الدعم ساعتها هيخش وهيكتشف العمليه اللي انت عملتها في نفس التوقيت قبل الكلام ده كله. طيب تمام، اعمل ايه؟ قريت الكلام ده كله، بحط الرابط بتاع صفحتي هنا وبدوس مثلا الكميه 1000 دي 10000. طب احنا عايزين ننقص، ماشي. هنعتبر مثلا واتيفر اي حاجة اي حاجة، احنا عايزين 1 3 ماشي اهو، اقل من دولار. لقد وفرت، دي بقى جديدة يعني الخدمة دي لسه نازلة جديدة، لقد وفرت 1 سنت من المبلغ اللي انت هتعمله. طيب لو عملت كده وخليتهم 10 هتوفر 15. لو عملت كده، ثانية واحدة معلش، اوكي 1 2 3، اوكي كده هتوفر 1 سنت، كده وفرت 15 سنت، كده وفرت $1.49، كده وفرت $14.85. طيب ايه المصلحة ان انا اجيب العدد ده؟ بص يا فندم، المصلحة فين؟ المصلحة في $742. ده مبلغ كبير جدا، بس في شركات وحاجات لو قدرت تشتغل لها مكسبك مش هيكون من اللي انت اشتغلته بس، مكسبك كمان هيكون ده. يعني لما تعمل لك مثلا اوردر في اليوم عليه خصم زي ده $15، انت كده لا تقل عن 750 جنيه واخدهم من الويب سايت، وغير اللي انت عملته للشركة، فانت كده عملت مبلغ كويس. ده انا شايف ان الناس لما بتيجي تشتغل تقول لك ال1000 مش عارف بكام، هنا في الويب سايت ده موجود الحاجات اللي هي ببلاش دي، بس لما بتخش بيديك من عليها تحذيرات وبيقول لك خلي بالك دي مش مضمونة، خلي بالك دي، فاهمني؟ بيقول لك حاجات كتير، يعني خلي بالك الخدمة دي فيها حاجة، الخدمة دي ممكن تنقص، الخدمة دي معلهاش ضمان. فالأحسن طبعا إن احنا نشوف خدمة عليها ضمان 30 يوم. طيب هو بعد ما ال30 يوم يخلصوا هينقصوا؟ لا، هتشوف ان هم عدوا 30 يوم وعدى الزمن. انا جربتها في صفحات، بس مشكلتها ايه؟
لو حضرتك ضفت ارقام كبيره جدا هتلاقي ان الفيسبوك اداك يعني وقف لك الربح وقال لك في حاجه غلط. مش فاكر الرساله بجد كويس، هي كانت جايه لي على الصفحه، كانت مفعله ربح، وقف لي الربح واداني مخالفه ان انا بستخدم حاجه خارجيه، مساعده خارجيه او حاجه خارجيه او الكلام ده، فقفشها على طول. لو انت بتعمل حاجات بسيطه صغيره جدا، يعني زي هنا مثلا انا ضايف 600 للتيك توك. بصوا لو نزلتوا تاني في الخدمات عندي هتلاقي مثلا ايه ضايف 4. مصدر فيسبوك 4 اشخاص، انتوا فاهمين حاجه؟ 5 2 حاجات كده. يوتيوب ده كان 60,000 وحاجة، ده كان ريلز كان ب3 دولار وحاجة. تمام، العملية ما تمت. لا سوري مش دي، أنا آسف، العملية اللي فوق دي تمت، لأن أنا كنت عامل العملية اللي تحت دي خطأ. والمبلغ اللي هو 3 دولار رجالي، بصوا هنا، ده رجالي بتاع الربح منها. والربح ده اللي عملته ده بيخليك تكسب أرباح. يعني إيه تكسب أرباح؟ يعني مثلا أنت عندك فيديوز و... وسليم وكل حاجه وتمام، معلوش اي كوبي رايت او اي حاجه، والفيديو بتاعك ونزل وبتكسب من عليه ارباح، عايز ازود من عليه الربح، فبخش اجيب بقى دول اجنبيه وبتاع. دي هنتكلم عليها في فيديو تاني معلش، عشان الفيديو دوت مخصص للفيسبوك. تمام، فهنا برضو تقدر تعمل العمليه دي للفيسبوك. تقوم داخل كده وتقول له انا عايز حساب اجانب، او دي متابعين لايكات ومتابعة صفحة فيسبوك حساب اجانب، هتجيب مشاهدة حساب اجانب. فانت لو بتاخد على 1000 سنت في العربي هتاخد من 12 لحاجة و40 حاجة و50 سنت على 1000. شفتوا الفرق عامل ازاي؟ يعني ممكن اجيب حاجة و50,000 عشان اخد ال 12 سنت دول، او مثلا 50 سنت. لو جبت 50,000 أجانب ممكن آخد لي 50 دولار. فاهمين الفرق من 50 سنت ل 50 دولار؟ ففي ناس بتعمل كده، تدخل شوية أجانب وتزق الليلة عشان الار بي ام يعلى والدنيا تظبط. طبعا اللي بيعمل الكلام دوت فاهمني، بس ما تعملهاش بكترة. يعني زي ما انتوا شفتوا من شوية احنا كنا بنزق ب6 اشخاص عشان نعلي الار بي ام، عشان اما المصري يجي يتفرج هو مثلا مصري عندي كتير، 50,000 مثلا بيخشوا يتفرجوا، فال50,000 دول بيبتدي الار بي ام ينزل ينزل ينزل. فكل اللي انا بينزل فيه، يعني مثلا ار بي ام وصل عندي ان ال1000 هيجيب لي 20 سنت، فكل اللي بيخش مصريين ابتدى ان الار بي ام يبقى 19 90 19 18 17. كل ده انا بلحقه، الفلوس من فوق لتحت انا بلحق كل ده. فاهمين حاجه؟ دي لعبه برضو كنا بنعملها الفتره اللي فاتت، عشان شايفين ان الارباح مش واو، مش احسن حاجه. لازم تجيب على الفيديو 10 مليون و20 مليون علشان تاخد ارباح كويسه، عشان تاخد لك 200 300 دولار. فكنا بنستخدم الار بي ام ده نعلي فيه شويه عشان يزق لنا ومشاهده تمام. بنعمل ايه؟ 20 30 شخص والدنيا بتعدي. طيب تنصحنا بايه؟ انصحك انك تمشي سليم، ما تعملش الكلام ده خالص، ولا حتى تخش تلعب دلوقتي. اللعب بتاع الار بي ام ممكن شويه، بس قدام شويه لما يبقى عندك كتره تغطي. يعني ايه عندي كتره؟ يعني عندي 100,000 50,000 بيشوفوا، لو جبت 50 شخص زقتهم وسطهم مش هيبانوا. فاهم حاجه؟ مش هيديك تأثير. لكن ما يبقى 50 شخص انا بجيبهم في 20 بيتفرجوا، اوبس، ايه الاعلى؟ الاعلى طبعا اللي مش كويس، الحاجه اللي انا عملتها مش كويس. فخليك في السليم. المتابعين انا مثلا بيجي لي كل يوم 1000 2000 3، خلاص انت عايز تزق شويه وسطهم 100 200 براحتك، هتبقى كده في السليم. بس انا قلت لك السليم، وقلت لك اللي انت بتدور عليه. فالويب سايت
هو مضمون وكل حاجه، بس لو انت اخدت كوبي رايت الربح بتاعك اتوقف، هو ملوش دعوه. هو مش مبلغك بده عشان هو برضه عايز يشتغل. يعني الويب سايت عايز ان الناس تشحن لان هو بيكسب برضه من وراك، لان دي كلها عباره عن لينكات هو مشتريها من بره حاططها على الويب سايت من عنده. لو هو مثلا التسعيره دي هو ضربها في 2، فهو بيكسب برضه من وراك. مش هو اللي بينفذ، ده اللي بينفذ الويبات اللي بره اللي عامله الكلام ده. دي حاجات لسه هنتكلم فيها قدام وهفهمك واشرح لك ايه كل الكلام ده. تمام. بس كل اللي عايزك تفهمه لحد دلوقتي ان البرنامج ده لو انت ناوي ما تكلمش حد، علشان معظم الناس هتيجي تكلمهم بيعملوا لك بلوكات بعد كده ويقول لك لا مالكش حاجه عندي وشيكتك تلاقيهوش. تمام. فايه اللي بيحصل لو شحنت ب $100 هنا؟ هتلاقي ادي 76 لحد دلوقتي. انا بتاخد بونصات وبتاخد حاجات وبتعمل وبتسوي. انا شايفها لو انت فاضي شويه وعايز تشتغلها، اشتغلها، هي كويسه لحد اما انت الحاجه بتاعتك تعلى، وبعد كده ابقى زود دنيتك. تمام. وبكده نكون خلصنا الفيديو. لو عايزين اي فيديوهات جديده ما تنسوش تقولوا لنا في الكومنت، واقول لكم سلام.